السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صباحكم زي الفل والهنا والرزق يا رب العالمين. النهاردة يوم جديد، يوم دفى، يوم زي الفل. طلعت تطلع حبة اكل بياكل وهنضفله. انا منضفتش امبارح، كنت في مشوار، طلعت لقيت العيال مبهدلين الدنيا بهدلين الدنيا. ده اللي في الارض فول دلقينه ومبهدلينه، طلعنا العجله دحسين الدنيا هنا كده. هنضف، هكنسله، نضفله عشان اعرف احط له اكل كويس واتعامل معاه. هو تحت ناشف مش مبلول، بس احط له ايه؟ اكل على نظافه، مش هينفع احط له اكل كده. انضف واكنس وارجع لكم، مفيش حد يمسك لي التليفون. كنسنا، خلينا الدنيا زي الفل اهي. حطينا له اكل، حطينا للفرخات اكل. نصيحه من اختك، لو هتجيبي الحاجه وما تهتميش بيها ما تجيبيهاش، مش شرط عجل. حتى لو هتربي حبه فراخ ومش هتهتم بيهم بلاش تجيبيهم، لان هتبقي ظلمت نفسك وظلمت الحاجه اللي هتجيبيها معاكي. انا يوم ما طلعتش، مش يوم، يعتبر نهار، بس كنت في مشوار. العيال ما عرفوش طبعا يهتموا بالحاجه ولا يحطوا لها اكل وبهدلوا الدنيا. والحاجه عايزه اهتمام، ما اهتمتيش بالحاجه ما تربيهاش، هتظلمي الحاجه اللي انت هتجيبيها معاكي ومش هتستفيدي منها. انا بحس لما بطلع للحاجه بحس انها مبسوطه كده وبتاكل يعني باريحيه. كفايه ان المكان يبقى نظيف والحاجه تاكل. مش عارفه، بحس ان لازم المكان يبقى نظيف قبل ما تحط اكل. صباحكم زي الفل والرزق يا رب العالمين. متنسوش اللايك والمتابعه، الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. يلا، سلام عليكم.